مرة في جامعة الزقازيق في القاهرة. نعم. جيت ماشي البرع كوري يلبيعين الله برع جلاده؟ عايش عبد الرحمن عدد بس كان بلد البيعين. قال لي تمشي معي طنطا سيد أحمد البدوي. يا سلام. قلت للجماعة أخواننا والله الشيخ عبد الرحمن برع قال لي امشي معه طنطا. قال لي طوالي تمشي معه. شفت كيف؟ إن قعدت 3 يوم شغلك ماشي. ضربنا للمصريين يقولون ده جايكم الشيخ عبد الرحيم البرعي قال مصر المأمنة بها لله. عملوا بساط من شارع وضرب لغايه جوبة السيد احمد البدوي. يا سلام. السيد البرعي دخل لقى قدام الرسول صلى الله هو واطي كده في الحجر باقي مويه. فتحت الجبل القصيده ودخل فيها السيد احمد البدوي 5 دقائق. قال في الساعه الوسطى جنحنا نحضر في الوسطى. مولانا الاسطى وفقنا نحضر البسطه. هي نهج الاسطى ولا تحافظ عبدك بسطه. قومك بينشطه لما الغوم اصلا المشطه. اطبق للقشطه جوع وقرب لا رزق قشطه. اوعاك الخطه هي الاماره بتجيب الخطه. ارجع اقول خطه تنيس تسليل كل محطه. بوليس النقطه حافظ السير الباء والنقطه. الدائره النقطه اشاره على صلاه النقطه. كان ماشيين بالخرطه جندلين غايدين القرطه راعين الفرضه ولانها محلوك من ورطه. قال الوهابي وعاك الغلطه بيجي على قانون السلطه. أمم بالبلطة وأم في الراس دمية وجلطة. كتفنا الشنطة لزيارة باريس وشنطة بدل من شنطة وأدركنا يا ساكن طنطا. ودبوا العالمين رجع العرب مرعب عجيب يا شيخ. قالوا الناس دي كله ماتوا بمديحهم. ناس الدبكة سالي والشريعة والتميمة حاجة الماحي حاجة العاجل. ليه ما عنده الإمكانيات. الحافظ لي 20 متحف والحافظ لي 30 متحف والحافظ لي 10 الا البرعي لغايه الان ده 1.5 مليون متحف انا بقول. هاي لازم عندي امكانيات. جزاته في عصري بتاع. ايوه عصري اعلام. ايوه نعم. عاوز يقولوا له